زيزو في معسكر الكشافة. فريق الكشافة بتاع زيزو طالعين معسكر يوم الجمعة الجاية، وشكله هيكون ممتع جدا لأنهم هيلعبوا طول النهار، وبالليل هيتجمعوا حوالين النار بتاعة المعسكر، وبعدين هيناموا في خيمة. زيزو متحمس جدا وبيعد الأيام، أصله احتمال كمان يقدر ياخد شارة جديدة. قبل الميعاد بيومين زيزو ابتدى يقلق، أصله أول مرة يبات برا البيت، وحاسس إن عيلته وسريره وسكر كمان هيوحشوه. ده غير إنه هيكون في فرق كشافة تانية كمان، فزيزو قلقان إنه هيقابل أطفال كتير ما يعرفهمش، وبيقول لنفسه يا ترى هيحبوني ولا لأ. كل ما الوقت بيقرب زيزو بيحس إنه بطنه وجعاه. تعال نفكر شوية في زيزو والمعسكر بتاعه. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تتناقش مع مامتك أو باباك أو أي حد بتحبه وبيتفرج معاك على القصة دي. يعني إيه قلق؟ يا ترى زيزو حاسس بإيه دلوقتي؟ بتحس بإيه في جسمك لما بتكون قلقان أو متوتر؟ ممكن تحكي لنا عن مرة حسيت فيها زي زيزو؟ بتعمل إيه علشان تهدى لما بتحس بالقلق؟ تعالى نكتب أفكارنا عن كل الحاجات اللي ممكن زيزو يعملها علشان يبقى أحسن. إيه رأيك تبص عليهم وترسم دايرة حوالين الأفكار اللي ممكن تساعدك أنت كمان؟ هنستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في فيديوهات جديدة من يوميات زيزو.